أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بإيداع المدعو عباس عين البالغ من العمر 34 سنة وهو متزوج وأب لطفلة صغيرة رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته بتهمة جنحة التخريب والتحطيم العمدي معلم أثري، بعدما قام أول أمس بتخريب تمثال عين الفوارة وسط المدينة أمام الملأ. ولقت القضية صدى واسعا وسط المجتمع الجزائري بين مؤيد ومعارض لهذه الفعلة، وحسب مصادر أوردت الخبر فإنه بعد التحقيق مع مخرب تمثال عين الفوارة لمدة يومين من طرف عناصر الأمن بالولاية، رفض المتهم في بادئ الأمر التصريح بأي كلام عن أسباب فعلته هذه، لكنه في اليوم الموالي أكد على ضرورة نزع هذا التمثال والذي اعتبره بمثابة صنم يمس بالعقيدة الإسلامية وديننا الحنيف، مشددا على أن وجود تمثال المرأة يشجع على عملية الشعوذة وغيرها من الطقوس، على اعتبار أن ماءها يستعمل في عملية السحر، زاعما في نفس الوقت بأن النسوة يقصدن هذا المكان بكثرة، خاصة اللواتي لم يحالفهن الحظ في الزواج، بالإضافة إلى خدش الحياء وسط المارة، كون جسم المرأة التي يجسدها التمثال عاريا، وهو ما يستوجب حسبه محاربته ونزعه من وسط مدينة مسلمة. وهي التصريحات التي جعلت في مجملها مصالح الأمن تجزم أن الشخص في وعيه وليس مختلا عقليا بنسبة كبيرة حسب ما تثبته البطاقة التي يحملها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، وليصلك كل جديد اشترك الآن